بوظة آيس كريم أو جيلاتو، نختلف على الاسم بس كلاتنا متفقين إنه هذا الاختراع أطيب شي بالصيف. اليوم أنا بوحدة من مزارع الأبقار بالسويد ضمن شبكة مزارع تابعة لأشهر معامل الآيس كريم، واللي صار اليوم مقصد سياحي مشهور. الأبقار هون عايشة حياة ديلوكس، ما عندهم غير ياكلوا العشب الطازج ويتفرجوا على هالمنظر ليعطونا أطيب حليب. يعني مثل ما بيقول المثل، كتر المرعى وقلة صنعة. ومن المزرعة كم خطوة بس ومنوصل للمكان اللي بيحول هالحليب الطازج لعالم من النكهات. وهون النكهات ما إلها عدد، بداية من الكلاسيكيات اللي ما بتمل منها مثل الفانيليا والشوكولا، لنكهات غريبة ومجنونة من المكسرات للحلو والحامض، وكل وحدة بتحسها أطيب من التانية. بجانب المعمل وبقسم خاص بالمبيعات في زاوية للتذوق فوراً، وقسم تاني مليان علب آيس كريم جاهزة بأوزان مختلفة وبالنكهات اللي بتحبها. أنا ضاعت بالاختيار، بحب الشوكولا والبيستاشيو، بس بصراحة النكهات الجديدة أغرتني جربها وما قدرت وقف. ولما طلعت كان لازم أخذ معي تذكار للبقرة، حتى كل ما أكل هالآيس كريم اتذكر أفضلها علي. وتذكروا، السفر مثل الآيس كريم، كل ما جربت نكهات أكتر كل ما كانت المتعة أكبر. ومع ويجو النكهات ما إلها حدود.